إن كنتم أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى أن تشتركوا معي وتدعموني بالضغط على زر الأحمر هنا، ثم تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أقوم به بالضغط على الجرس، ثم تفعيله بالنقر هنا على هذا المربع، ثم حفظ، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. لكم اليوم بوصفه جديده اللي ان شاء الله راح تنال اعجابكم تستفادوا منها، وهي كيفاش نوجدوا لا بات بريزي. كنت وعدتكم بها من قبل، وجدت بها انكيش. ان شاء الله راح ندير لكم رابط الفيديو التحضير كيش اسفل الفيديو. نبداو بسم الله بالمقادير. عندي 250 غرام فرينه، 250 غرام فرينه ما يعادل 2 كيسان من هذا الكاس. وعندي 125 غرام زبده مقطعه، لازم الزبده تكون بارده من الثلاجه، قطعتها بتي مورسو قطع صغيره. عندي حوالي ربع كاس ماء. نبداو الماء ايضا لازم يكون بارد مليح. والملح حوالي نص مغرفه صغيره. هلا نخلط الملح مع الطحين تاعي. شحال تجيب لي المغرفه؟ جيب لي وحده. زوج، ثلاثة، 4 هكذاك، 4 مغارف. انا راك ندخل هذه الزبده مليح مع الفرينه. دوك نضيف الماء. ما كفانيش الماء راح نزيد عادي. نخدمها مع يدي هكذا كما تشوفوا. طلعت ولي الشكل تاعها رطب كما كتشوفوا. هكذا لاباط تاعي راهي واجده. اللاباط تاعي في بابي فيل، وندخلها للثلاجه مده ساعه وتكون واجده للاستعمال ان شاء الله. اللاباط تاعنا بعد اللي خليتها ساعه في الثلاجه واجده ان شاء الله للاستعمال. في الاخير ما لي نقول لكم سيوها ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنسوش دائما الاشتراك في قناتي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله.